بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد على القناة. فيديو اليوم الخميس بتاريخ 12/3/2026 الموافق 22 رمضان. كل عام وحضراتكم بخير. ان شاء الله في الفيديو معانا الاسعار اليومية على القناة، اسعار الرز الشعير والرز الابيض. اللي حابب يشترك في القناة بيشترك من تحت الفيديو، بيلاقي كلمة اشتراك بيضغط عليها وبيفعل جرس الاشعارات عشان يوصلك اشعار على طول وقت تحميل الفيديو. بالنسبة للاسعار اليوم، في ارتفاع ملحوظ في اسعار الشعير اليوم، وده نتيجة طبعا ل ان العرض قليل من البضاعة في السوق، وكمان زيادة في مخلفات الرز أدت إلى تحسن في أسعار الشعير زي ما قلنا في الفيديو بتاع أول امبارح. وامبارح ما عملناش فيديو لأن طبعا كانت الأسعار ثابتة، فالنهاردة في تغير في الأسعار فهنعرف حضراتكم. الشعير الرفيع النهاردة التحميل على أرضه اليوم بيتراوح السعر من 14 إلى 14 و100، وبتختلف الأسعار من مكان للتاني على حسب تصافي البضاعة ونسبة الكسر. ده بالنسبة لأسعار الشعير الرفيع، والأسعار اللي احنا بنقولها دي بأسعار بيتم التحميل بها فعليا، تم التحميل بها اليوم في على أرضه في السوق. الشعير العريض برضو الأسعار اللي تم التنفيذ بها والتحميل بها، وبنتكلم عن البضايع العالية في الشعير العريض اللي بتدي معدل تصافي عالي ونسب كسر قليلة، عشان برضو الأسعار بتختلف في العريض حسب معدل البضاعة، بتختلف فرق كبير جدا. فالنسبة للأسعار البضائع العالية بيتراوح سعرها من 15,400 إلى 15,600 للطن من على أرضه، بتقل تدريجيا كلما زادت بقى أقل معدل للتصافي وزاد نسبة الكسر. إنما البضائع العالية في الشعير العريض النهاردة بيتم تحميلها ب15,400 إلى 15,600 للطن تحميل على أرضه اليوم. بالنسبة لأسعار الرز الأبيض، الرز الأبيض أعلى جودة، زيت وبخار وسوليتكس. البضائع العالية في الأبيض الرفيع بتتراوح عند مستوى 22,000 للطن. شكاير معبأة 25 كيلو بتزيد بقى شوية حسب الشكارة، 10 كيلو أو 5 كيلو، أو بتقل شوية حسب نسبة الكسر. إنما احنا بنتكلم على البضائع العالية بتتمركز عند 22,000 للطن. وبالنسبة للأبيض العريض برضو البضائع العالية بتتمركز عند 26,000. يعني البضائع العالية في الأبيض العريض بتوصل إلى 26,000 في الطن، وده بتبقى بضائع عالية جدا في السوق زي ما قلت لحضرتك، نسبة كسر قليلة ومخدومة كويس من المضرب. ده بالنسبة لأسعار الرز اليوم. إن شاء الله معانا في اسبوع قبل العيد، كل عام وحضراتكم بخير. الاسبوع ده هيبقى فيه شغل لما الاخر يوم، ممكن اليوم الخميس القادم ان شاء الله، لان في طلب في السوق وفي شغل في السوق. وبعدها طبعا كل حضراتكم بخير ان كان لنا ولكم عمر، هيبقى في اجازة العيد، وبعد اجازة العيد هيبقى في كلام تاني في الاسعار. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.